الحكم الأجنبي بيحسب 8 دقايق وقت بدل ضايع في مباراة الزمالك وسيراميكا. سيراميكا اللي مفوت المباراة لنادي الزمالك عادي، أبو العينين محمد أبو العينين عادي يعني، ما نلعبش بشرف. فما انت قدام الزمالك لازم نفوت، الاسماعيلي بيفوت، بيراميدز بيفوت، سيراميكا بيفوت، كل الفرق بتفوت قدام الزمالك. مفيش حد بيلعب بغل وبحقد قدام الزمالك. اللي بيلعبوا قدام النادي الاهلي بيلعبوا بحقد وغل. فاهم انت قصدي؟ والله يا عم سموحه كانت هتتعادل في اخر دقيقه، والله العظيم في اخر دقيقه كان هيتعادلوا، بس ما حصلش خير يعني. فاهم انت؟ فكده النادي الاهلي هيلعب في الكونفدراليه، وسيبك بقى اللي هم عليهم 7 مليون زرار والحاجات دي، 7 مليون دولار و18 قفل كده. والله يا ابني الفلوس دي هتدفع يا ابني، والله العظيم يا ابني، ده الزمالك يا ابني، ده نادي الدوله يا ابني. فاهم انت قصدي؟ كل حاجه بتتقرر لنادي الزمالك، هم بياخدوا حقوق غير حقوقهم زي ما قال لك عمرو الدردير وغيره يعني. سيبك بس من قناه نادي الزمالك اللي هم الاطفال، كل واحد زملكاوي بيخش يشتمك يا ابني في التعليقات، لما اهلاوي ولا زملكاوي زي خفاجي وزي الهستيري بيتكلموا كلمه الحق، كل واحد بيخش يشتم. هم عارفين اللي الكلام كل دول لجان اساسا يبدا عشان تعرف بس ايه اللجان جايب منين اساسا. من قناه نادي الزمالك اساسا اللي بيحصل في الزمالك ده اساسا، وقناه جليلري وفرح ومها صبري ونيره الاحمر العالم دي كلها، كل ده يا ابني، وكل ده عباره عن لجان يا ابني. ده كل ده شغل، كل شغل ده جلان، كل ده اكاذيب. فاهم انت قصدي؟ فما فيش لعب بعدل، ما فيش لعب بانصاف. هو من 2002 ما اخدش دوري ابطال افريقيا، هو مش عارف ياخد الكونفدراليه السنه دي. واحد مثلا اتحاد العاصمه، طبعا فريق كبير وفريق عظيم، بس اتحاد العاصمه في المركز ال 12 ولا 13 في الدوري الجزائري، عادي بيطلعوا من دوري ابطال من الكونفدراليه، عادي بياخد منه الكونفدراليه وسط جمهوره. فبنت بضربات جزاء، ومحمد شحاته بيطلعها في السماء وبيخسر 4 مليون دولار ولا 4 مليون زرار. فاهم انت قصدي؟ كل حاجه متظبطه والله العظيم يا ابني، كل حاجه، والهليكوبتر وافشخاناته ووجع دماغ. هو الكوره في مصر مفيش كوره. اسلام مهدي امبارح بسمعه والله العظيم عشان يقول لك مين هو بطل الدوري والحاجات دي كلها، ويقول لك يا ابني مفيش كوره في مصر. هو في كوره في مصر؟ انت بتشوف كوره في مصر؟ انت بتشوف كله بس ايه، كله متظبط لنادي معين وخلاص من دي بس كده. هو نادي الزمالك هو بس، مفيش تحكيم، مفيش كذا، مفيش عدل، مفيش اي حاجه. هو كله موجه لنادي الزمالك. هو الزمالك حتى الزمالك ما بياخدش دوري يعني. الزمالك اساسا لو انت بتعدل عليه التحكيم بحق وحقيقي ورب الكعبه وعزه وجلاله الله، مسؤوله زي الاسماعيلي. والله العظيم انت عندك واحد بيشوط ضربه جزاء، طب انت عارف اللي بالحاج بيلعب؟ انا ما عارفش، انا مدرب وعارف اللي بالحاج اساسا زملكاوي، بس بتكلم عليه في الزمالك، اخليه يشوط ضربه جزاء ليه؟ بتكلم كده والله يعني، ليش اخليه يشوط ضربه جزاء ليه؟ ومباراه حسم والحاجات دي كلها، لا ده اصل ده تطبيخ وده اشتغالات وده هري يعني. ما فيش ولا واحد عواد عرف يصد ضربه جزاء من اتحاد العاصمه جايب الحاج بتص. ايه الهيافه دي؟ وايه كميه الرعونه، وايه كميه السهوله دي؟ يعني اتحاد العاصمه، اتحاد في الجزائر، اللعيبه ديت اللي في المركز ال 12 ولا في المركز ال 13 عارفين يشوطوا ضربات جزاء، لكن انا بالحاج مش عارف يشوط ضربه جزاء. انت بتشتغلنا بالحاج؟ انت بتشتغلوا يا جماعه؟ فانت قصدي يا عم انا متضايق، يا عم انا متضايق ومخنوق، يا عم انا متضايق على فريقي رغم ان انا معايا 45 دوري، معايا 12 دوري ابطال افريقيا. انا ما حدش قدي، ما فيش حد زيي، ما فيش حد اخد بطولات زيي في افريقيا. انا الاهلي، انا ما حدش قدي في القاره. انا منايم كل معلش في كلمه، خد يا عم الدوري يا عم، بس انا غلبك دور اول ودور تاني واخد منك السوبر المصري. انا غلبك بالمدرب المعدود ده يسطروب 2-1 و2-0 و3-0 يا عم الحاج. ده انا حرجك باساطيرك زيزو بن شرقي يا ابني، وانا بالمستوى ده. امال لو انا مثلا معايا مدرب كويس، ولا مثلا ايه، ما كانش في عك الموسم دوت، كان زماني دلوقتي مدغدغك 6 و7 و8 و9 يا عم، وسكور 12 وحاجات دي كلها. يا ابني انت ما عندكش لاعب والله العظيم، والله ما في 2 ب2 جنيه كوره. ده احنا 3-0 الماتش اللي فات مع الرأفه يا مؤمن، مع الرأفه. انت عارف يعني ايه مع الرأفه؟ 3-0 مع الرأفه. انت ما جيتش المباراه يا ابني. النهارده بتكلم مع واحد وانا بجيب حاجه من محل موبايلات وعزه وجلاله الله، واحد زملكاوي وابنه اهلاوي، واحد بيتكلم معاه زبون زملكاوي بيقول اساسا ان الزمالك اساسا كده بينزل قدام النادي الاهلي مرعوب. واحد بيتكلم كلمه زملكاوي، بيتكلم كلمه الحق، زملكاوي بيتكلم كلمه الحق. قال لي والله انا هضحك عليك، انا زملكاوي، زملكاوي صميم، بس النادي الاهلي الزمالك بيخاف من التيشيرت الاحمر. قلت له تزعلش مني معلش في كلمه، احنا اخر 67 مباراه قابلناكم، احنا قابلناكم اخر 22 سنه 67 مباراه، انتوا كسبانين 7. قال لي طب ما انا عارف، قال لي ما انا عارف بس. فده واحد بيتكلم كلمه الحق. تعالى مثلا هو الزمالك بطل الدوري وخلاص كده، الاهلي في الكونفدراليه فرحه والله يا ابني. هم ما بيفرحوش الا كده،
وشاف انت بقى بلال علام بقى هري السنين وحوارات وافشخانات وابتجانات بقى ومش عارف ايه وكل ده تقريع. فاهم انت قصدي؟ كل ده تقريع. فاهم انت قصدي؟ بس الدوري شايف انت بلال علام بالدوري مش لسه قايل لك، ما انت لو متابع بس فيديوهاتي بس انا سايبك مع بلال علام، مع محمد صبري فخور بك من معتمد مش عارف ايه من اسمه ايه ده تحتمس العاشر تحتمس الاول مفروغ بك يا معتمد مش عارف ايام الفراعنه مطبوع ايه يا عم كل الهري ده الدوري ال 15 ده عشان انا وحش بس والله العظيم عشان انا وحش. احنا اللي نستاهل نلعب في الكونفدراليه، احنا اللي نستاهل، احنا اللي عملنا في نفسنا كده في الاخر. احنا النادي الاهلي جاي في الاخر خالص بيفوق بيكسب النهارده 2-0. قبل كده الماتش اللي قبل بيكسب 3-0 قبل كده بيكسب الزمالك اللي هو بطل الدوري 3-0 يعني عادي مع الرأفة. فاحنا اللي عملنا في نفسنا كده. احنا اتظلمنا في مباراه سيراميكا، ضربه الجزاء ما اتحسبتناش. تخيل انت ضربه الجزاء كانت اتحسبت، عايش في الكلمه والله بتكلم جد، افرض مثلا ضربه الجزاء دي كانت اتحسبت، طب ما انا ما عايش في كلمه كنت هكسب المباراه، كان زماني دلوقتي معايا كام نقطه يعني. بص كده لو مثلا كان هنبقى متعادلين 56 و56 عشان انا اخد الدوري، انا اخد الدوري معلش في كلمه هيبقى 55 معلش عشان هم ايه كانت خلصت التعادل 55 هم ياخدوا، بس انا هلعب في دوري ابطال افريقيا هبقى انا في المركز الثاني معلش في كلمه، معلش برضه في كلمه معلش هو بس انا استحق اتغلب في مباراه بيراميدز. جون بن شرقي جون اساس بن شرقي لما اداها لتريزيجيه وتريزيجيه حطها في الجون ده جون تسلل احوه يعني نايب نينا ده جون تسلل. ده فين رضا عبد العال بيقيس بالمسطره والحاجات دي كلها ايام جون اسمه ايه ده امام عاشور؟ فين رضا عبد العال؟ مقاس دي بالمسطره ليه بقى؟ ولا المسطره دلوقتي ايه مش مستخبيه؟ ما تقيس بالمسطره بقى، ما تقيس بالمسطره. لكن هو مثلا مباراه بيراميدز والزمالك ما يقيس بالمسطره يعني الكوره نفس الكوره تحسب التسلل وكوره تحسب الجون. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ وهات لي وجه الاختلاف. لكن ما نقيس بالمسطره. هو نتكلم بقى عن بلال علام بقى قصاده سعد المتنبي عاش في الكلمه. في جون فيستو الميلي الثاني اساسا فاول على ياسين مرعي يعني. فاهم انت قصدي؟ فاول مش محتاج فاول على فيستو الميلي اساسا. كان حد دخل على اعتقد ياسين مرعي فاول والله العظيم فاول مش محتاج يعني. فاهم انت قصدي؟ فانت تخيل مثلا ايه لما جون تريزيجيه كانت هتحسب جون كانت النتيجه 1-1. افرض المباراه دي خلصت التعادل، افرض النادي الاهلي بعد كده تقدم وجاب جون ثاني. فاهم انت قصدي؟ ففي ظلم في الدور الثاني، ظلم شنيع. غير طبعا الدور الاولاني فيه ظلم تحكيمي، في قله ادب. الموقع حاطه اهو بطل الدوري الزمالك، وانا قلت لك الكلام ده يا ابني، ولو انت بتتابع فيديوهاتي قلت لك الكلام ده من يومين. قلت لك وانا نايم على السرير ورب الكعبه قلت لك والله يا ابني مباراه سيراميكا متفوته، قلت لك الدوري زملكاوي، قلت لك الكلام ده كله. قلت لك ارجع كده لفيديوهاتي والله العظيم، ارجع كده لفيديوهاتي، اعمل خش على الفيسبوك كده وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وقلب كده هتلاقي قايل الكلام ده كله والله العظيم، قايل الكلام ده كله. مباراه متفوته والدوري زملكاوي والحاجات دي كلها. بس هو قدر الله ما شاء فعل. هم الزمالك اخذ الدوري، الاهلي اخذ السوبر المصري، بيراميدز اخذ كاس مصر، كل واحد اخذ بطوله وطرده وخلاص. فاهم انت قصدي؟ معلش في الكلمه مش فرق بقى 20 نقطه ولا 50 نقطه ولا الحاجات دي كلها. ده الفرق ما بين يعني الزمالك وبيراميدز نقطتين، والزمالك والاهلي 3 نقط، بيراميدز والاهلي نقطه واحده. فاهم انت قصدي؟ انا الزمالك والاهلي بفرق 3 نقط يعني فرق مباراه ده انا لو كنت متساوي معاك في النقط، يعني مثلا انا لو كنت كسبت مباراه بيراميدز ومباراه سيراميكا ادي نقطتين وده نقطه، انا كنت بطل الدوري. فاهم انت قصدي؟ ده انا حتى لو كنت تعادلت مباراه بيراميدز وكسبت مباراه سيراميكا ضربه الجزاء ما اتحسبتش، ده وفى اللي قربناه كان يبقى دي نقطتين ماشي وادي نقطه ماشي، ادي كده كام؟ 3 نقط. معلش في الكلمه نتساوى في عدد النقاط، انت 56 وانا 56 بيراميدز 54، انا اخد الدوري عشان انا غلبك رايح جاي، انا مسيطر عليك. ففي مفيش ظلم وفي تحرك طياره دوره مايل من صاله اير تاكس ولا تكس ولا ايه، انا حمار في الانجليزي لبتاع لاستاد السلاولح، استاد الزمالك بقى، معرفش كانوا بيلعبوا فين والله ما انا فاكر لعب فين يا ابن السلاولح، في على استاد القاهره الدولي ماشي. رسميا الزمالك بطل الدوري المصري للموسم السلاولحي 2025 2026 بدون مش اشتغلش بعض بالتحكيم والقرع والحاجات دي كلها، والله بالتحكيم والقرع والحاجات دي كلها يا ابني والله العظيم.
تحكيم والقرع والمجاملات، وهيلعب في دوري ابطال افريقيا والفلوس بتاعته هتتسدد والحاجات دي كلها. وبكره افكرك والله تعالى اعلى واعلم. اتمنى ما يكونش كلامي صح. اتمنى الاقي الزمالك بيتحاسب وبتلاقي ما دفعش الفلوس اللي 7 مليون دولار واللي هو ما يلعبش في دوري ابطال افريقيا ولا في الكونفدراليه، ويخش مكانه الاهلي وبيراميدز، وبقى نشوف بقى مين اللي هيخش مكانه في في الكونفدراليه يعني. لكن هو هيلحق يجيب 7 مليون دولار، هيلاقي الفلوس الزحري، هيخش فيلم تورنتا، هيعمل كده، مش فاهم انا يعني. هيطلع له ماجد الكدواني، هيقول له ايه عايز ايه، معاك 7 محاولات، هيروح بقى بيحب اسمها ايه، دنيا سمير غانم، مش فاهم انا يعني. لا اله الا الله. معرفش انا هجيب 7 مليون دولار منين، هيجيبهم منين؟ ده عايز بقى يتفرج على مصباح علاء الدين كرتون وحقيقي مع ويل سميث بقى والحاجات دي كلها. مش كان ويل سميث؟ ويل سميث صح. ويل سميث صح. ويل سميث مع الممثل المصري مش فاكر اسمه ايه. بس قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء. انا بتفرج برضو على الافلام، بس انا برضو حمار في الانجليزي. عارف لي كام كلمه وخلاص يعني. انا اقول لك يعني ده انا بروفيشنال في الانجليزي، انا بطيخه في الانجليزي يعني. سيبني في حالي يا عم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان شاء الله الموسم اللي جاي عندنا لو لعبنا في الكونفدراليه نلعب عادي، هتفرج عادي. لو لعبنا في الكونفدراليه نلعب عادي، نتفرج عادي ونشجع عادي، وان شاء الله ناخدها عادي. مع ان انا مكسوف ان انا العب فيها، بس اسمها كونفدراليه، اسمها كونفدراليه. ماشي. لو هنلعب، لو رحنا دوري ابطال افريقيا الزمالك ما دفعش الفلوس نلعب عادي، وناخد الدوري الجاي، وان شاء الله نعمل يعني الموسم اللي جاي نعمل بطولات ونرجع للنادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي والحاجات دي كلها. ماشي. سلام يا جماعه، سلام يا جماعه، مبروك للزمالك يا عم، سلام يا جماعه.